السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ النهاردة معانا هنعمل الحلق ده هو الطلب مني. انا كنت عاملة واحد زيه وواحدة خدته، فاختها طلبت نفس الشكل ونفس الستايل بتاعه، فانا حبيت اعمله معاكم عشان اوريكم طريقة عمله. احنا هنحتاج 10 سنتي سلك، اللي هو سلك 1 ملي اهو 10 سنتي. وهنحتاج كمان ده 1.5 ملي وده 1 ملي، 5 سنتي من وانا قصيته عشان نختصر الوقت. وطبعا حتة صنفرة والعدة بتاع النحاس والمطرقة وديت بتاعت بوتاجاز كده. كانت عمل يعني باظت عندي، فانا خدت الحديدة بتاعتها بظبط عليها النحاس. انا هوريكم دلوقتي لو اتعوج مني ولا حاجة بظبطه. طبعا النحاس ليه شاكوش مخصوص، بس انا ما عنديش، انا عندي الشاكوش العادي ده. هنبدأ ان شاء الله بإذن الله. وحتة سلك رفيعة اللي هي نص ملي اللي هي دي، فانا هبدأ اقوم تانية دي كده، هتبقى واحدة اطول من واحدة بالطريقة دي اهي، الطريقة دي كده. طبعا اللي غاويين النحاس هيبقوا حابين فكرة ان هم يعملوا. طبعا انتوا شايفين الدهب دلوقتي عدى 1800 اهو. تانيينها قوي شوية كده الطريقة دي. طبعا هي مش معدولة معايا، باجي هنا دق بسيط كده علشان ما يأثرش على شكل الذهب، قصدي على شكل النحاس. بقت بالشكل ده. هنجيب السلكة وهنروح لفينها على اي طرف من الاطراف اهي، هنلف 4 لفات تمام كده، وهنقوم مرجعينها للاخر خالص اهي. والطرف اللي احنا بدأنا بيه، الطرف اللي هو الاولاني بقى نقصه. بس الاول نثبته اهو. بعدين كده نقصه. ده انا تنيته، وهجيب بقى اي نوع من الكريستال اللي انتوا حابينه. هيكون المقاس اللي هو 1 ملي برضو، المقاس الصغير القوي خالص. اي لون بقى، اللون اللي انتوا حابينه. انا جايبه اللون اللي هو الابيض الجنجاء اللي بيدينا الوان كتير. وهقوم ايه جايبه، انا لضمتها فيها، هقوم جايباها في النص هنا اهو كده اهو. وهقوم انا نازله يعني تانية السلكه، بس نازله من تحت، من تحت النحاسه. يعني ما لفهاش من فوق خالص، من تحت. وابدا اتنيها كده وارجع الفها تاني من تحت اهي. هنلف 4 لفات عشان ندي مسافة للخرزة اللي احنا هنعملها اهو. وكل شوية نعملها بايدينا كده تمام. وهنلضم الخرزة التانية اهو. هنيجي برضو كده من تحت، بس هنثبتها، نديها مكانها ونثبتها.